تاو من الهاوية إلى قمة المجد. بيرسي تاو من اللعيبة اللي لما اتقال انه جاي الاهلي في صفقة انتقال من برايتون الانجليزي ناس كتير ما كانتش مصدقة. كتير شكك في تجربة تاو من قبل ما تتم، لان التجارب اللي زي دي بتبقى للعيبة مخلصة كورة وجاية تتسلى هنا. اول ما بيرسي تاو جه الاهلي كان تحت قيادة ابن بلده بيتسو موسيماني، واتقال دي صفقة فيها شبهة عمولات، خاصة ان موايرة مرات موسيماني فعلا سمسارة لعيبة. اول ظهور لتاو كان في مباراة الاهلي قدام الاسماعيلي في بطولة الدوري العام، واللي انفجر فيها تاو وعرفنا رقصة الحنجلة الشهيرة وحبيناها منه. رقصة بيرسي تاو. وكلنا انتظرنا انفجار لنجم افريقي جديد على ارض مصر. بيرسي تاو بعد فترة قليلة جدا بقى اسير دكة البودلة بسبب كتر اصاباته مع موسيماني، ومن بعد سوارش واخيرا كولر. إدارة الأهلي في بداية الموسم الحالي كانت بتدور على أي عقد لبيرسي تاو عشان تمشيه وتخلص من إصاباته اللي ما بتخلصش، لكن إدارة الأهلي اتفاجئت بقرار كولر إنه مش هيستغنى عن تاو وهيبقى هو نجم الشباك الفترة الجاية. لما اتسأل كولر عن تجربته الشخصية مع بيرسي تاو قال: عندما توليت المسؤولية كان اللاعب مصابا، وبعد تعافيه أصيب مجددا بعد مباراتين تقريبا، ووضعنا له برنامجا خاصا، ومشكلتي معه أنه لم يكن صبورا، وبعد تعافيه كان يريد المشاركة في 90 دقيقة، ولكن كان علي إيقاف ذلك ليعود خطوة بخطوة، وهو ما حدث. نجحنا كجهاز فني في إعادة تاو وتطوره ليقدم مستوى جيد في الفترة الحالية، وعلينا ألا ننسى أنه لا يلعب وحده، ولكن تألق زملائه ساعد في ذلك. كولر عمل تحليل DNA لتاو وعرف من خلالها ايه الاكل اللي يساعد في استشفائه وايه اللي بيسبب اصاباته، ونتيجة ده 4 اهداف في دوري ابطال افريقيا و4 اسيستات في بطولة هي الاصعب للاهلي من حيث المنافسة. وحاليا عروض الاحتراف انهالت على إدارة الأهلي بعد تألق تاو، وأبرزها من بيرلي صاعد حديثا للبريمير ليج. كولر أثبت لكل اللي كانوا بيشككوا في بيرسي تاو إن بالصبر والعلم مفيش مستحيل، ولكم في حنجيل التاو 1000 دليل.